حمدا لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. جاء في فضل عيادة أي زيارة المريض ما أخرجه ابن ماجه بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الله تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهذا يبين ويوضح ضمن الأحاديث والمرويات الكثيرة الصحيحة فضل عيادة المريض. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى ولم يحدد وقتا معينا، فكان يزورهم صيفا وشتاء، ليلا ونهارا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يميز في الزيارة مسلما عن غيره، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم زار عمه وكان مشركا، وروي أنه زار غلاما يهوديا في حضرة أبيه اليهودي وعرض عليه الإسلام، ونظر الغلام إلى أبيه حتى قال أبوه: أطع أبا القاسم. فشهد الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم الخير للناس أجمعين. وكان من عادته كذلك صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان إذا عاد مريضا كان يسأله عما يشتهيه، فكان يقول: أتشتهي شيئا؟ فإن كان يشتهي شيئا لا يضره قدمه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمل على إحضاره له في مرضه. وكان كذلك يسأل المريض عن شكواه: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه كذلك أن يرقي المريض وأن يدعو الله تبارك وتعالى له بالشفاء العاجل غير الآجل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس طهور إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء وطهور. وكان يقول كذلك كفارة صلى الله عليه وسلم. نعلم من هديه صلى الله عليه وسلم حبه للناس أجمعين وحبه للعافية والسلامة، وكذلك أنه كان يرقي غيره من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وكان عليه الصلاة والسلام يزور المسلم وغير المسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين، وسلم اللهم تسليما كثيرا.